السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناه شيوات متنوعه مع ايمان. اليوم ان شاء الله لا فيديو جديد غادي نقدم معكم البهله المغربيه اللي ما كتخضع حتى شي دار، بمكونات سهله بدون مجهود ولا دلك. صراحه كتجي رائعه البنات، لا في الشكل لا في المذاق. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. ندوزو للطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنا البنات خديت واحد القصريه، ولا شوفوا نتوما فاش غادي تخدموا. درت فيها 250 غرام ديال الزبده، ما يعادل ربعه ديال الزبده، وهنا قبيصه الملحه. بطبيعه الحال ضروري تصحيح الذوق في الحلويات ديالنا. وهنا غادي نضيف لهم واحد الزلافه ديال سنيده. بسم الله. صافي هنا غادي نشد هاد السنيده والزبده، غادي نمعكهم مزيان حتى كيوليو لي على شكل ديال البوماد. صافي هنا من بعد غنضيف واحد كيس ديال الفاني، وغادي نضيف عليهم زلافه ديال الزيت. هنا انا البنات كنعبر بزلافه. بالنسبه اللي بغى يعبر بالكاس ديال العنبه، 2 كيسان ديال العنبه، 2 كيسان ديال السنيده. صافي غادي نكبهم هنا فوق الزبده ديالي، ونعاود نخلط المكونات مزيان. كيف ما قلت لكم تيوليو لي على شكل ديال البوماد. من بعد ما خلطت المكونات كيف ما قلت لكم حتى ولاو لي هكا على شكل ديال البوماد. بالنسبه للبنات اللي بغات ديرهم في الهاشوار وطحنهم، يمكن لكم ديروهم في الهاشوار وطحنوهم، راه كيطحنوا مزيان. صافي هنا غادا نضيف، صافي هنايا عندي نص كاس ديال اللوز اللي هرمشته، وعندي زلافه ديال الجنجلان بطبيعه الحال كيكون محمر منقي. النص خليته صاينه البنات، والنص هرمشته على هذا الشكل هكا. غادي نضيفو فوق الخليط ديالي، وغنضيف واحد المعلقه ديال القرفه، راه كتعطي واحد النكهه زوينه في هاد البهله ديالنا. صراحه طالعه منا واحد الريحه يا سلام ديال اللوز وجنجلان محمر، طالعه واحد الريحه زوينه البنات. صافي كنبقى ندلك في الخليط بحال هكا. وبالنسبه للدقيق راه غنبقى نضيفو تدريجيا. انا هنا عابره كيلو ديال الدقيق، وغنشوف هاد المكونات شحال غيدخلوا معايا ديال الدقيق. وهنا عندي راس المعلقه ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه. راس المعلقه البنات ما نكثروش منها، ريطيقه كيف ما كنقولوا. غادي نضيفها على هاد المكونات. وعندي ايضا واحد 3 الخمارات. صافي. وبالنسبه للدقيق البنات كيف ما قلت لكم انا هنا عابره كيلو ديال الدقيق، ولكن انا غادي نخدم معكم واش غادي تدخل ليا كيلو كامل. هنا عندي زلافه الاولى، في نفس الوقت كنضيف الدقيق، وفي نفس الوقت وانا كندلك فيها. يعني هي ماشي بحال الصابلي كتبغي شويه ديال الدليك. بالنسبه لهاد الطريقه راه كتجي عمليه احسن ملي كيدير الدقيق في القصريه وكيدير عاد كيبدا يضيف في السوائل. انا ما كتعجبنيش هاد الطريقه، كتعجبني هاد الطريقه كتجي عمليه. وهنا غادي نضيف الزلافه الثانيه ديال الدقيق. صافي هنا من بعد ما ضفت الزلافه الثانيه، وكيف ما قلت لكم بطبيعه الحال كنحاولوا بحال كنعجنوها. وبالنسبه للزلافه الثالثه غادي نبدا نضيفها غير بشويه بشويه. هنا بالنسبه للزلافه الثالثه ديال الدقيق راه زدتها كامله البنات، وغادا نبدا ندلك في العجينه ديالي بحال كنعجنوها، بحال كنعجنوا الشكل ديال الخبز. وكنبقى نجمع فيها غير بشويه بشويه حتى كتجمع ليا. ما تخافوش منها، واخا تشوفوها مفرته بحال هكا، ملي كنجمعوها بين يدينا راه كتجمع لينا. كنبغي نديروا ليها كره راه كتجمع لينا بكل سهوله. وهذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه البنات. صافي انا هنا غادي ندلكها شويه وغادي نجمعها، وغادي ندوز باش غادي نشكلها كرات.
صافي البنات، هنا من بعد ما دلكتها شويه كيف ما قلت لكم كنحاول كنجمع غير بحال هكا على هذا الشكل باش كتجمع معنا بكل سهوله. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، شوفوا راه كتجمع بكل سهوله البنات ملي كنبغيو نكوروها. هنا انا درت فيها تقريبا 27 حتى ل 28 اللي بغى العبار، لان البهله راه كتبغي تكون شويه كبيره. صافي غنجيب شي صفيحه غنفرش ليها الورق وغادي نبدا نحط حدايا. وبالنسبه للفرانه في هذه الاثناء البنات انا راه دايراه كيسخن، مشعلاه كيسخن ليا. صافي كنبقاو هكا بحال هكا كنحاولوا كنجمعوها بين يدينا حتى كنشكلوا كره. وهنا نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. البنات راه الفران ديجا شعلته باش كيسخن ليا. غادي ندير العافيه اللي كتكون متوسطه، غادي نديرها فوق الوجه ديالها حتى كتشقق ونعاود نردها لتحت باش تعاود تكمل الطياب ديالها. البهله ديالي ها هي طابت، خرجتها من الفران. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، راه كتجي مفقعه، كتاخذ لينا حتى داك اللون ذهبي. بالنسبه للفرانه البنات حاولوا تنقصوا عليها، انا هنا راه شويه بحال تحمرات ليا شويه، ولكن صراحه راه جات زوينه. كيجي فيها هذا اللون الذهبي. وصافي هذا هو الشكل ديال البهله ديالي. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وتبارطاجيو مع الحباب. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.